السلحفاة سوسو قصة حقيقية. في عام 1966 قرر عالم الأحياء الفرنسي أندريه سانت ليجر دراسة سرعة السلاحف. جلب سلحفاة اسمها سوسو ووضعها في سباق مع حصان أصيل. النتيجة كانت صادمة. سوسو وبمساعدة تيار مائي خفي فازت بالسباق. لم يصدق أحد، وتمت إعادة السباق 3 مرات، وفي كل مرة كانت سوسو تفوز بفارق ضئيل. اكتشف العلماء لاحقا أن سوسو كانت تستغل التيارات المائية الصغيرة في حوض السباق، مما ساعدها على التحرك بسرعة أكبر بكثير من سرعتها الطبيعية. القصة أصبحت رمزا للمفاجآت غير المتوقعة، وأن حتى أبطأ المخلوقات يمكن أن تحقق المستحيل بذكاء وحظ. سرعة سوسو القصوى وصلت إلى 2 كيلومتر في الساعة، وهذا يعتبر رقما قياسيا لسلاحف البر.